هذا الفيلم انه يعجبكم. هذا حلم ديال نور الدين ونبيل، كانوا عندهم طموح انه هذا الفيلم هذا يخرج للوجود، وحنا كنعيشوا معاهم هذا الحلم. انا بالنسبه لي انا كممثل الدور ديالي كان ماشي شي حاجه كبيره في هذا الفيلم، اكثر من الدور ديال المخرج والدور ديال الناس ديال الانتاج. الوغ اللي وقع في مراكش بقى في مراكش هو فيلم كوميدي، باين يمكن من لافيش غادي يكون كوميدي. والدور ديالي هي واحد السيده اللي غادي تحاول توقعهم في واحد الفخ، حيت لقاتهم نيه، عرفات هذاك لو كوتي نايف ديالهم، فغادي تستغلهم وغادي يوقعوا في واحد الفخ. هما جوج ديال الناس اللي اول مره غادي يسافروا برا المدينه ديالهم، واحداث كوميديا رائعه اللي كنتمنى تنال اعجاب. هذا فيلم مغربي فكاهي، كوميديا سوداء كما تقولي، تاع جوج اصدقاء كياخذوا قرار انهم يديروا واحد الرحله من كازا لمراكش، وهما غادي في الطريق يوقعوا لهم بزاف ديال المشاكل. كيوصلوا لمراكش يوقعوا لهم اكيد مجموعه ديال لي زامبريفي، وكيحاولوا يحلوا دوك لي زامبريفي في قالب فكاهي شويه وهزلي. يعني سيت لا كوميدي سوفت، كوميدي عائليه شويه. كنعرفوا ان دائما مورا شي فيلم ولا شي مسلسل كوميدي كيكونوا بعض الرسائل اللي زعما خصنا نديروا بها. شنو الرسائل اللي حاولتوا تفهموا عليها؟ واكيد هو الرساله البرانسيبال ولا لو ميساج برانسيبال، هو il faut pas être naïf dans la vie. Parfois تقدر تمشي تسافر pour avoir واحد 10% ديال بليزير وتولي في مشكله ديال 200%. اللي رساله هي علاش ضروري مراكش ماشي كازا ماشي الرباط؟ وهذاك الشيء المخرج هو اللي دار لوبيراسيون. مراكش كيف انا مالو المخرج هو اللي مخرج راهو تليفوني عندكم في طوموبيلتكم. شنو نقول؟ ما تقولش هادشي. بريد مع راسك وضرب شرطو كنا كيدا السياحه. واش كتعرف هاد المراه؟ عارفه شكون هي؟ عارفه بنت من؟ واش بغيتي تخرج عليا؟ انا عاطاك لانك ما فاهم والو. كيبان لك هادشي ماشي منطقي. شوف رضوان، العلماء الكبار ما قدوش يفهموا شنو هي المرأة. هذاك خونا اللي خارج مزبط عم كاسون ويغوت وريكا هذاك ما قدش يفهم شنو هو المرأة. راه صعيب باش تفهم المرأة. دير النية وهكا هي. وي الو. سمحي لي، انا التليفون ديالي هذا اللي كتهضري فيه انت دابا. تليفوني صاحبي مسكين نسى ولا عندكم في راكي عارفه. اشنو عارفه؟ عارفه التليفون ديالي لاحو صاحبي بالتليفون ديالكم في الطوموبيل ديالكم. تيجي اليوم راك تاكل عجاك الخير. بالصحة والراحة حبيبي. لا يخطيك يا وليد. الله يليق.